اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقى رز بالخضار، طريقة سهلة جدا ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. لو جربتوها هتعملوها على طول بإذن الله. تعالوا اقولك بقى على اول حاجة. كان معايا معلقة زبدة كبيرة، وبعدين هحط زي ربع كوباية من الزيت. لو ما عندكيش زبدة فاوكي، مش مشكلة خالص، ممكن تستغني عن الزبدة وتستخدمي زيت بس. طبعا كان معايا بصلاية وسط تكوني مقطعاها مكعبات مش كبيرة قوي. وبعدين هننزل بقى بالبصل، هنفضل نشوح فيه لحد ما تدبل معانا. مش عايزاها تاخد لون، ما تتحمرش، انا عايزاها تدبل بس. بعد ما البصلاية تدبل كويس هننزل بيه الخضار بتاعنا. كان معايا نص كيلو من البسلة، وحطيت عليها جزراية مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. بس هننزل بقى بالخضار وهنشوح فيه لحد ما برضو البسلة والجزر، الحباية بتاعت البسلة تدبل كده، تحس اللي هي دبلت معاكي شوية. وبعدين بقى هنحط التوابل بتاعتنا او البهارات بتاعتنا اللي هتخلي طعم وريحة الرز تحفة جدا. كان معايا معلقتين من الكركم، وعود قرفة، وليمون اللي هو اللومي الاسمر ده، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة، مع ربع معلقة من الكمون صغيرة، ربع معلقة صغيرة. بس هتحط بقى البهارات دي وتقلبي زي 3 دقايق كده، البهارات مع البسلة والجزر، تقلبيهم كويس. وبعدين تنزلي بالرز، طبعا رز مصري عادي. لو انت عايزة تعمليها برز بسمتي فاوكي برضو مفيش مشكلة. بعد طبعا ما نغسل الرز ونصفيه هننزل بقى بيه الرز على الخضار، وهنقلب بقى كويس لحد ما حباية الرز ايه تكون متشمعة كده بالمادة الدهنية اللي هو الزيت والزبدة. هتشوحيها الرز كويس جدا. وبعدين لو عندك شوربة فاوكي، ممكن تحطي شوربة. ما عندكيش شوربة فهنحط مية عادي خالص. بس بجد كان طعمه وريحته تحفة جدا. بعد ما نشوح بقى الرز كويس هننزل بيه المية. بص، الرز المصري مش بيحتاج مية كتير قوي زي الرز البسمتي. بصي انت يا دوبك بس كده هتغطي الرز حاجات بسيطة، ما تخليهوش يبقى المية اكتر من الرز كتير قوي، لا هي بس يا دوبك تبقى مغطية الرز زي ما انتوا شايفين كده. اول ما يبدأ فيه الغليان هنوطي بقى النار زي ما انتوا شايفين كده، بدأ في الغليان. هنوطي بقى النار تبقى هادية جدا وسيبيها يستوي براحته. كده كان 3/4 سوا، كان لسه ما خلصت يعني ايه التسويه بتاعته الكامله. هديله بس تقليبه كده وبعدين هغطيها تاني وهوريه لكم بقى بعد ما نخلص. تعالوا شوفوا بقى هنا بعد ما طبعا الرز استوى. بصي كان مفلفل كده وكان طعمه بجد وريحته تحفه جدا. طبعا كنت عامله معاها بانيه، انا كنت عامله البانيه معاكم قبل كده في فيديو. بصي كان مستوي وكان جميل جدا، والرز كان طعمه وريحته تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوا الرز بالطريقه دي، هيعجبكم جدا جدا باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ولايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.